قبل ما نبدأ صلوا بينا على النبي. بيبدأ مسلسلنا بجاي، هو رجل أعمال وبنعرف إنه عمل حادث وكان مفقود من فترة، وأخيرا عيلته بتقدر توصل له، وبنعرف إنه ساب العمي في الحادثة، وكان في واحدة بتهتم بيه والبنت دي اسمها شيان وهي وقعت في حبه، وهو ادالها الخاتم الخاص بيه واللي هو خاتم تاريخي لعيلته، ووعدها إنه هيتجوزها بعد ما يخف ويخرج من المستشفى، وهي بتقرر تتبرع له بالقرنية بتاعتها من غير ما تعرفه، وفعلا بتنهي الأوراق وبنعرف إنه بكرة موعد العملية بتاعته، وبتتبرع له فعلا وهي بعدها بتصاب بالعمي، وبنعرف إنها عايشة هي ومامتها بتشي صديقتها، وشيدي بتكون بتكرهها من زمان وبتطردها من بيتها، وبتاخد منها كمان الخاتم اللي اداهولها جاي، وبتتهم انها سرقته منها، وجي بيبعت هدايا لبتشي وبيفتكر ان هي البنت اللي ساعدته بعد الحادثه، وهي ما بتكونش تعرف السبب اللي خلاها يبعت لها الحاجات دي، ولما بتفهم الموضوع بتقرر تستمر معاه على اساس انها خطيبته، والمساعد بتاعه بيعرفها انها تنتقل علشان تعيش مع جي بعد خروجه من المستشفى، والشام بتتعب وبتكتشف انها حامل، وبنعرف ان والد الطفل هو جي وما بتكونش عارفه تعمل ايه، وبتقرر تحاول تتواصل مع جي وتبلغه، وهي عملته بتكون نجحت ورجع يشوف تاني، وبيعدي جنب شيان وهي ماشيه ومش بيعرفها، ولا هي كمان مش بتعرفه لانها مش بتشوف، وبتروح تسأل عليه في غرفته اللي كانت بتزوره فيها، وهناك بتعرف انه خرج من المستشفى، وبتكون منهارة ومحبطة لانها مش عارفة هتقدر تتواصل معاه ازاي تاني، وبتمشي هي ومامتها وبتلاقي ست كبيرة فاقدة الوعي وبتساعدها، والست دي بتعرض عليها فلوس لكن هي بترفض، وبتطلب منها تشوف لها شغل لانها محتاجة شغل ضروري، والست بتوافق وبتاخدها معاها، وبنعرف انها تبقى جدة جي وبتشغلها خادمة في البيت زي ما شيان طلبت، وجي بيكون رافض وبيعرف جدته انها محتاجة حد يهتم بيها مش تهتم بيه، وهي بتعرف صوت جي وبتحس انها سمعته قبل كده، وبتحاول تقرب منه وهو بيتعصب عليها وبيزقها وبيخليها تقع، وبيحذرها لو قررت تصرفها ده تاني، وبيعرفها ان حتى لو جدته بتحبها لازم تعرف انها مجرد خادمة وما تتعداش حدودها مرة تاني، وهي بتعتذر عن تصرفها وبتعرفه انها افتكرت انها تعرفه، وبتترجى انه يديها فرصة تانية، وجدته بتساعدها تقوم وبتلومه على تصرفه، وهو بيسيبهم وبيمشي، وجدته بتطلب منها ما تزعلش منه لانه طيب جدا عكس ما بيبين للناس، وشي بتكون بتفرج الهدايا اللي جي بعتها لاصحابها وبتتفشخر بيها قدامهم، وبتعاملهم بغرور وتكبر، وبتجهز نفسها علشان تنتقل لقصر جي، وهو بيجي وبتستقبله، وبرغم انه بيحس انه معاملتها متغيره وطريقتها مختلفه عن الطريقه اللي كان متعود عليها، بس مش بيهتم وبياخدها وبيمشوا، والخدم بيستقبلوها لانهم عارفين انها تكون مرات جي، وشيان بتكون مع الخدم وشي بتتعصب لما بتشوفها، ولما بتسالها عن سبب وجودها شيان بتعرفها من صوتها، وجي بيسال شي لو كانت تعرفها، فبتقوله انها بنت الخادمه بتاعتها وسرقت حاجات منها وهي طردتها هي ومامتها من البيت، ولما شيان بتحاول تدافع عن نفسها جي بيتعصب عليها لانها قطعت شي وهي بتتكلم، فبتسكت وهو بيهدي شي، وبيطلب من الخدم يحضروا الغدا علشان يتغدى مع شي، اللي بتقرر تمشي شيان من البيت باي طريقه، وبتتلكك ليها على اي حاجه وبتخبطها في كتفها، وشيان هي اللي بتعتذر لو كانت ضايقتها، وشي بتعرفها انها مش هتسمح لها تقرب من جو وتاخده منها مهما حصل، فشيان بتاكد لها انها هنا علشان تشتغل بس ومش علشان تسرق منها جي زي ما هي فاكره، بس شي بتكون عرفت اللي بين شيان وجي وخايفه يجي وقت ويكشف الحقيقه، علشان كده ما بتكونش عايزاها هنا، وبتاخد منها الزهريه وبتكسرها وبتعمل نفسها ان هي اللي زقتها، وجي بيجي وبيتخانق مع شيان وبيلومها، وشي بتعرفه انها حاولت تتكلم معاه وهي ضربتها، وهو طبعا بيصدقها وبيزق شيان اللي بتوعها وايدها بتنجرح وهو مش بيهتم، وشي بتكون عايزه تطردها بس هو بيرفض لان القرار ده مش بايده وبايد جدته، وبنعرف ان شي لحد دلوقتي ما قابلتش جدته، وبتقرر تفضل ورا شيان لحد ما تخليها تسيب البيت علشان ترتاح منها، وبتصمم تخليها هي اللي تطبخ وبترفض تخلي حد من زمايلها يساعدوها، وهما كمان بيتنمروا عليها وبيضايقوها، خصوصا اللي بتكون بتكرهها من اول ما شافتها، وشيان بتطبخ برغم ان ايدها بتتلسع من النار، وجي لما بياكل بيلاحظ ان طعم الاكل زي الاكل اللي كان بياكله في المستشفى واللي شيان كانت بتعمله، وبين لما بتعرف وبتلاقيه مصمم يعرف مين اللي عمل الاكل، بتقوله ان هي اللي عملته علشان عارفه انه بيحبه، وهو طبعا بيصدقها. بعدها جي بيقرر يخلي الدكتور اللي عالجه يفحص عيون شيان ويعالجها، وهي بتلوم شي بسبب كذبها على جي، فبتتعصب عليها وبتخلي الخادمه تضربها بقلم علشان ما تتكلمش في الموضوع ده تاني، والخدم بيمسكوها وياكلوها غصب عنها وبيعذبوها، وجي بيرجع تاني بعد ما بيخرج وبيشوفهم، وبيكون بيتصل برقم شيان وهي بترد، وبنعرف ان الرقم ده كان معاه لما كانوا مع بعض، والخدم بيعتذروا عن تصرفهم معاها، وشي بتطلب منه يسامحهم، وبتعرفوا ان شيان كانت بتتنمر عليها وهم حبوا يضايقوها مش اكتر، وهو بيتصل تاني بالرقم وتليفون شيان بيرن، فبياخدوا منها وبيسأل شي ازاي تليفونها وصل لشيان، وبيشك انها بتكذب وبيحذرها لو كانت بتكذب عليه، فبتفتكر ان التليفون بتاعه وانها ادته لشيان لما حبت تشتري تليفون جديد، وبتعرف جي ان شيان سرقته منها، وهو بيصدق لانه بيكون عليه صور لشي، وطبعا بتعمل نفسها زعلانه علشان بيشك فيها، وهو بيعتذر وبيأكد لها انه بيثق فيها، وبيحذر شيان لو سرقت
حاجة تاني منها وبيسيبهم وبيمشي، وشي طبعا بتكون شمتانة فيها. وبنعرف ان هما الاتنين كانوا صحاب جدا، وان عيلة شيان كانت عيلة غنية بس خسروا كل حاجة، ووالدها مات وهي ومامتها اشتغلوا في بيت عيلة شي. وبتطلب من شيان تمشي من هنا بهدوء بدل ما تفضل تعذب فيها كده، وبتسيبها وتمشي والخدم بيضربوها. وشي بتحاول تقرب من جي اكتر علشان يقع في حبها، وبنعرف ان لحد دلوقتي مش مرتاح لها زي ما كان مرتاح لشيان، وهي بتتعصب لما بيسيبها وبيخرج. وبنعرف انه راح يطمن على شيان بعد ما عرف انها فقدت الوعي والدكتور عندها. وجدته بتلومه وبتطلب من الخدم محدش يخليها تشتغل كتير. وهناك بيعرفوا انها حامل، وبيعرف كمان انها عملت تبرع بقرنية العين. وبيخلي المساعد بتاعه يستفسر عملت العملية امتى واتبرعت لمين، وبيطلب من الشغالة تهتم بيها الفترة دي. وبيتكلم مع جدته اللي بتكون رافضة تقابل شي، وبنعرف انها بتكرهها هي وعيلتها، وبترفض تقابلها حتى لما بتعرف ان جي زعلان من الموضوع ده وبتسيبه وتمشي. وشيان بتمسك ايده وبتناديه بمو، وبنعرف انها كانت متعودة تناديه بالاسم ده دايما. وهو بيفتكر لما كانت جنبه لما صف ايده واهتمامه بيها، واللحظة بيكون قريب من الحقيقة وبيعرفها، بس بيفتكر ان الخاتم مع شي، وبيقرر ينسى الاوهام دي ويركز مع خطيبته اللي ادالها الخاتم بايده. وتاني يوم جدته بتلبس زي الشغالين وبتشتغل مكان شيان، وبنعرف انها تعمل اختبار لشي. وجي مش بيقدر يقنعها تغير لبسها وبيسيبها ويمشي. وشي لما بتصحى مش بتلاقيه جنبها، والخادمة بتعرفها انه رفض يزعجها ونام في غرفة تانية، وانه صحي وراح على الشغل على طول. فبتتضايق وبتنزل وبتخبط في جدته، وبتفتكرها مجرد خادمة وبتشتمها. والخادمة بتكون هتعرفها بس جدته بتشاور لها وبتخليها ما تتكلمش. وشيان بتخرج وبتحاول تهدي الموقف وبتطلب منها ما تغلطش فيها، وهي بتقرر تعاقب شيان برغم ان الخادمة بتعرفها انها حامل. وجدته بتستفزها اكتر وشي بتفضل تشتم فيها وبعدها بتسيبها وتمشي. وشيان بتكمل تنظيف المكان وهي بتساعدها. وشي بتيجي وبتشوفهم وجدته بتطلب من شيان ترتاح شوية، لكن شي بترفض وبتعرف شيان انها مش قد مسؤولية طفل ولازم تنزله، وبتزقها وبتخليها تقع. وجدته بتتعصب عليها وبتساعد شيان علشان تقوم. وشي بتتعصب عليهم وبتكسر كوباية في المكان وبتطلب منهم ينظفوه. وجدته بتبدأ ترد عليها فبتتعصب اكتر. والخادمة بتكون هتعرفها وشي بتبعدها ومش بتديها فرصة. فبتعرفها هي انها تشانج جدة جي، وانها مش هتسمح لها تتجوز وتنضم للعيلة دي مهما يحصل. وشي ما بتكونش مصدقة وبتضحك بسخرية، وبتكمل خناق كمان معاها. وفي الوقت ده جي بيجي وهي بتمسك ايده وبتغلط في جدته قدامه، فبيتعصب عليها ولما بيعرفها هي بتتصدم وبتفضل تعتذر عن تصرفها. وجدته بتكون رافضة جوازه منها ورافضة كمان انها تفضل هنا، وهو بيسألها ازاي بتتعامل معاها بالقسوة دي، فبتفضل تعتذر وبتأكد له انها ما كانتش تقصد، وان الفرق اللي بين عيلتها وعيلته مخليها متوترة لانها خايفة انه ما يحبهاش. وجدته بتكون مصممة على طردها، وهي بتفضل تعيط وبتفكره لما انقذته، وهو بيقرر يسامحها علشان اللي عملته معاه. وشيان بتكون بتتألم ومش قادرة تتكلم، وهو بيطلب من جدته تدي لشي فرصة تانية. والمساعد بتاعه بيعرفه انه عرف الشخص اللي اتبرع له بقرنية العين، وبيعرف انها شيان اللي بتفقد الوعي وبتكون بتنزف. وشي بتمسك ايده فبيزقها وبيوقعها، وبيشيل شيان وبينقلها المستشفى. وجدته بتعرف شين لو حصل حاجة لشيان هتنتقم منها، وهي بتروح ورا جي وبتشوف مامة شيان هناك، وبتحاول تبعده علشان ما تشوفهوش. فهو بيسألها عن سبب البرود اللي حصل لشخصيتها، فبتعمل نفسها تعبانة وبتعرفه ان الفترة الأخيرة بتعاني من نقص سكر، وبتطلب منه يخرج معاها يتعشوا برا. ومامة شيان بتيجي وبتضربه بقلم، وبتلومه انه دمر حياة بنتها والسبب انها تكون عامية، لا وكمان سبب وعاش حياته وارتبط، وهو ما بيكونش فاهم قصدها. وبيحاول يتكلم معاها اكتر علشان يفهم تفاصيل هو مش فاهمها، بس هي بتكون متعصبة وقلقانة على بنتها. والدكتور بيجي وبيطمنها ان شيان والجنين بخير، وهي بتسيبه علشان تروح له، وبيكون رايح وراها بس شي بتوقفه. وبتعرفه ان مامة شيان هي المربية بتاعتها، وانها بتغير منها ونفسها بنتها تكون زيها، ودايما بتحقد عليها لانها افضل من بنتها. وبتتكلم عن انقاذها ليه وانها حبته من قبل ما تعرف انه غني، وطبعا هو بيصدقها كالعادة. وبتعمل نفسها تفقد الوعي، وهو بيطلب من المساعد بتاعه يفضل مع شيان، وبيمشي معاها هي علشان يوصلها البيت. وبيفضل لوحده وبيفكر في اللي حصل وبيحاول يربط الاحداث ببعضها، بس بيحس ان في جزء غايب عنه ومش قادر يفهم بسببه. وشي بتجيب له الاكل وبتناديه بمو زي شيان، بس هو بيحسها غريبة منها، وبتحاول تقرب منه وبيصدها وبيطلب منها تروح ترتاح. بعدها بينادي عليها وبيعرفها انه عايز يروح البيت اللي كان عايش معاها فيه، وهي بتتوتر. وهو بيعرفها انه طبعا مش عارف البيت لانه كان اعمى ساعتها، وهي بتحاول تخليه يلغي الفكره وبتتهرب من الموضوع، بس هو بيكون مصمم. فبتروح تتصل بمامتها علشان تعرف عنوان بيت شيان، ومامتها بتقلب في حاجات مامة شيان اللي موجوده في البيت وبتعرف العنوان، وبتروح معاه طبعا ما بتكونش عارفه المكان قوي، وهو بيكون فاكر المكان اللي كان بياكل معاها فيه. ولما بيوصل البيت المساعد بتاعه بيتصل بيه، وبيعرفوا ان شيان خرجت من المستشفى ومحدش يعرف هي فين، وبيكون عايز يروح يدور عليها بس شي بترفض.
وبتعرفوا انها اشتقت للمكان اللي عاشوا فيه ذكريات سعيدة، فبيطلب من المساعد بتاعه يدور عليها وبيطلع مع شي، وهي بتعتذر انها اجرت المكان الوحش ده، وبتأكده ان ما كانش معاها فلوس تأجر مكان افضل، وهو بيشكرها على كل اللي عملته علشانه. ولما بتفتح الباب بيتصدموا ان شيان موجودة جوه، فهو بيسألها بتعمل ايه هنا، وهي بتفرح وبتفتكره جاي علشانها، وبتكون رايحة ناحيته بس شي بتتعصب عليها وبتطلب منها ما تتصرفش بالشكل ده وتفضل تمثل علشان تصعب على جي، وهو بيسألها دخلت هنا ازاي، فبتعرفوا ان ده بيتها وهي عايشة هنا من فترة، وشي بتكذب كلامها، فهو بياخد منها المفتاح غصب عنها، وشي بتضربها وبتتهمها انها سرقت المفتاح منها، وبتطلب من جي ما يصدقهاش في اي حاجة لانها متعودة تعيش في الكذب ده، وهو بيصدق كلام شي وبيتعصب عليها وبيطلب منها تخرج من هنا، فهي بتعرفوا ان المفروض هما الاتنين يخرجوا من هنا لان البيت ده بيتها، وشي بتعرفوا انها كانت خايفة من مامتها علشان كده اجرت البيت باسم شيان، وهو بيطلب من المساعد بتاعه يشتري المبنى كله علشان يطردها، وشيان بتكون مصدومة من اللي بيحصل، وبتمسك الزهرية اللي فيها ورد دبلان، وبنعرف ان هو اللي قدمه لها قبل ما يخف ولحد دلوقتي محتفظة بيه، وشي بتطلب من جي ينزل يستناها تحت وهتنزل وراه، وهو بيسمع كلامها وفعلا بينزل، وهي بتسخر من شيان وذكرياتها لما بتعرف ان جات هنا علشان تفتكر ذكرياتها مع جي، وبتاخد منها الزهرية وبتكسرها، فشيان بتتعصب عليها، وشي بتتكلم ببرود وبتعرفها انها عملت ده علشان ما تعيش في ذكريات مؤلمة، وبتحاول تقنعها تنهي حياتها، وبتاخد الرسالة اللي مكتوبة قدامها وبتحطها على حيط البلكونة، وجي بيفتح المدينة اللي فيها مفتاح البيت، وبيلاقي صورة ليه مع شيان قبل العملية، وبيفتكر وقتها وبيكتشف الحقيقة وبيقرر يطلع لها، وهي بتحاول تجيب الرسالة وشي بتحاول تزقها من البلكونة، لكن جي بيجي وبينقذها في آخر لحظة، وهو بيطمن على شيان إنها بخير، وشي بتحاول تقنعه إن شيان استفزتها وضربتها وهي كانت بتدافع عن نفسها، فجي بيطلب منها تجيب له حاجة معينة من الشقة، وهي ما بتكونش عارفة مكانها طبعا، وهو بياخد شيان وبيدخلها جوه، وشي بتحاول تعرف مكان الحاجة اللي طلبها منها، وشيان بتقول لها وهي بتتهمها إنها غيرت المكان، وطبعا مش بيصدقها وبياخد منها الخاتم، وبيسألها عن السبب اللي خلاها تلبسه أصلا، وهي بتغلط في شيان وبتتفاجئ بالصورة اللي معاه، ولما بتقوله إنها مزيفة وهو بيضربها وبيلومها على كمية الكذب اللي كذبته عليه، وبيزقها وبيوقعها وبيخلي المساعد بتاعه يطردها برا المكان، وشيان بتكون مبسوطة وبتكون هتحضنه بس بتفقد الوعي، فبيشيلها وبياخدها البيت، وبيعرف إنها مرهقة والدكتور بتحذره وبتطلب منه محدش يضايقها أو يضغط عليها، وهو بيفضل جنبها وبيعيط وبيعتذر، وبيأكد لها إنه هيعوضها عن كل المعاناة اللي عاشتها الفترة اللي فاتت، والمساعد بتاعه بيحذر الخدم إنه حد يضايقها لأنها تكون مرات جي ومامة ابنه كمان، وده بيخليه تحس بغيرة، وبتزور تقرير إنه مش هو والد الطفل، وبنعرف إنها بتخطط تبعدها عن جي بأي طريقة لأن هي كمان بتحبه، وفي البداية بتعتذر عن غلطاتها السابقة هي وزمايلها، وخطتها بتنجح وبيوافقوا يدوم فرصة تانية وما يطردهمش، وبيخليها هي تهتم بيها، وبيتعمدوا هي وزميلها يضايقوها بالكلام وبيحسسوها بالعجز، وبرغم ان كلامهم بيألمها بس هي مش بترد عليهم، ويو بتحط رجلها قدامها وبتخليها تقع وبتعمل نفسها بتسندها، وجدته بتكون مبسوطة جدا بوجودها، بس هي بتكون متضايقة من الكلام اللي بيتقال عليها من الخدم، وجي بيمسك ايدها فبتبعدها بسرعة، وبيكون حدد لها موعد مع الدكتور وبتطلب منه يخليه توديها لانه بيكون مشغول، وبيوافق يو بتتضايق وبتقرر تنتقم منها لانها بتكون مستكترة عليها الوضع اللي هي فيه، ويو بتكون لسه مستنية رد فعل جي على تقرير الحمل اللي هي زورته، وهو ما بياخدش اي قرار في الموضوع دلوقتي، وبتلبس هي اللبس اللي جابه جي لشيان وبتاخدها المستشفى، وهناك بتعرف الممرضات ان شيان مجرد خادمة في البيت، وبتطلب منهم انهم يضايقوها، وطبعا هم بيتعمدوا يعملوها وحش علشان يرضيوه، اللي بتعرفوا منها خطيبة جي صاحب المستشفى، ومش بس كده ده كمان الدكتور بيفضل يرخم عليها، والممرضة بتضربها لما بتكون عايزة تخرج، وبنعرف ان مش ده الدكتور اللي المفروض يكشف عليها، وهي بتهددهم انها تبلغ جي وهم مش بيهتموا لانهم مش بيصدقوا انها ممكن تكون تعرفه اصلا، وهي بتحس برعب لما بتسمع الباب بيقفل، وهو بيروح للدكتور اللي كان المفروض يشوف حالتها ومش بيلاقيه، وبيلاقي يو وبيضربها بقلم، وبيحاول يعرف مكان شي وبتقوله انها ما تعرفش، وبيسمع حد بيصرخ وبنعرف ان الدكتور بيحاول يعتدي عليها، فبيكسر الباب بسرعة وبيضربه، وبيطلب من المدير يحوله للتحقيق ويطرده، والمدير بيضربه بقلم وهو بيحاول يعتذر بس بيصمم يطرده، بعدها بيدخل معاه للدكتور وبيعرف ان صعب تعمل عملية دلوقتي ولازم يأجلوها لبعد ولادتها لان جسمها ضعيف، فبيطلب من يو توصلها العربية وبيفضل مع الدكتور، ويو بتقف وبتسمعه وهو بيتكلم عن العملية، وبتفهم شيان انه مش عايز الطفل، وشيان بيصدقها وبتحس بحزن، وبتتكلم معاه في العربية وبتعرفه ان الطفل اهم عندها من العملية، وبنعرف ان كان الاهم عنده انها تشوف الاول وبعدين يخلفه، بس بيقرر يسيب لها هي القرار، وبنعرف انه بيسأل عن ماضيها وبيعرف انها كانت مرتبطة وانفصلت من 5 شهور، ويو بتعمل نفسها بتواسيها بس طبعا بتحاول تكرهها في جي علشان تبعد عنه، وشي بتيجي البيت بزي خادمة، وبتعرف يو انها تتعاون معاها علشان يبعدوا شيان عن جي، وبتقول لها على الخطة اللي هيعملوها، ويو بتخدعها وبتاخدها الحانة وبتعرفها ان شي هناك مستنياها، وشي بتكون مجهزة شخص علشان يخليها تشرب ويعتدي عليها ويصورها علشان توري الفيديو لجي وتعرفوا ان شيان على علاقة بشخص تاني، وهي بتوصل وبتلاحظ ان الشخص اللي عرفوها انه جي مش بيتكلم معاها، وبيخليها تشرب وهي بتبدأ تفقد الوعي، وبتفضل تكلمه وبتطلب منه يرد،
ويو بتشوف جي جاي على المكان وبتمشي وبتكون متأكدة ان خطتها بدأت تنجح. وشيان بتسمع صوت جي وبتعرف انه مش هو اللي معاها، وهو بيعرف ان الشخص ده بيحاول يخدعها وبتحاول تبعد عنه وهو بيرفض يسيبها. وجو بيجي وبيبعدوا عنها وهي بتحضن جي وهو بيخلي المساعد بتاعه يضرب الشخص اللي كان معاها وبياخدها ويمشي. ويو بتجيله وبنعرف انه اخد منها فلوس علشان يعمل كده. وشيان بتفضل حضن جي وهو بيحاول يعاتبها على اللي حصل وبيسألها ليه وافقت تشرب طالما الطفل مهم عندها. وبيكون فاكر ان وانجي اللي كان معاها هو حبيبها السابق. وهي بتنام فبيسيبها وبيكون عنده شغل الفترة اللي جاية وبيطلب منها ترتاح لحد ما يفضى ويقدر يقضي معاها وقت كويس. وبيطلب من يو تهتم بيها وبيخرج. ويو بتعمل خطة وبتقرر تنفذها. وشيان بتصحى تاني يوم وبتفتكر اللي حصل وبتلوم نفسها وبتكون عايزة تشوف جي علشان تشرح له اللي حصل. فيو بتعرفها انه اتضايق واتهمها بالخيانة وانه مش عايز يشوفها. ولما بتحاول تخرج من الغرفة يو بتمنعها وبتعرفها ان بعد اللي حصل منع خروجها من الغرفة وبتعاملها بشكل قاسي وبياكلوها اكل ممنوع منه بسبب الحمل وطبعا بيكون غصب عنها. ويو زميلها بيكونوا لسه بيعذبوها وبيفضلوا ينزلوا دماغها في المية وهي بتترجاهم يخرجوها وتسيب البيت، لكن يو بترفض وبتفضل تدوس على دماغها. والخادمة التانية وزميلتها بيخافوا ويو بتعرفهم ان جي طلب منها تحبسها بعد ما شافها مع حبيبها امبارح وبتفضل تعذب فيها. وجي بيكون خارج بس بيرجع علشان يطمن عليها وهي بتترجى يو بتعرفها انها حاسه بألم في معدتها فبتضربها وبتعرفها ان جي مش عايزها هي ولا الطفل. وبنعرف ان يو قررت تخليها تنزل الطفل ومش هتسمح لها تخرج من هنا غير بعد ما يحصل اجهاض. والخدم بيشدوها وبيزقوها على البيانو وبتطلب منهم يغسلوا دماغها لمده ساعه وبتسمع صوت جي بينادي ومش بتقدر ترد. ويو بتخرج وبتعرفه ان شيان مش عايزه تشوفه وانها عايزه ترجع لوانج وهو بيتعصب وبيطلب منها ما تخليهاش تخرج من الغرفه لانه بيخاف تهرب وبيمشي من غير ما يشوفها وبيكتفي انه يبص عليها من بعيد وهي بتكون على السرير وبيمشي. وبعدها الخادمه بتعرف يو ان حال شيان خطيره ولازم دكتور يشوفها، لكن يو بترفض. وتاني يوم بيحط لها الاكل قدام الباب وهي بتتعب جدا وبتنادي على حد يساعدها ومحدش بيسمعها ومش بتلاقي حتى شويه ميه تشرب وبتفتكر كلام يو ان جي مش عايز الطفل وبتحس بألم في معدتها وبتفضل تخبط على الباب وبتكون مقرره تمشي من هنا، لكن يو بترفض تخرجها وبيزق لها الاكل برجلها وبتقفل الباب. وجي بيجي وهي بتعرفه ان شيان مش عايزه تشوفه فبيدخل لها وبيكون فاهم انها رافضه تاكل علشان تضغط عليه وبيتعصب عليها وهي بتترجاه يسيبها يمشي وبتفقد الوعي وبتكون بتنزف وبياخدها المستشفى وبتكون خلاص فقدت الطفل وبتتهم انه هو السبب وهو بيحاول يواسيها وبيكون حزين فبتقول له ان امنيته اتحققت وخسرت الطفل. ولما بتبعدوا عنها بيقول لها انه ما فكرش لحظه يأذي ابنها فبتتعصب عليه وبتعرفه ان ده ابنهم هما الاثنين مش ابنها بس وبتطلب منه يخرج بره الغرفه. وكل ما بيروح لها بتتعصب عليه وبتعامله بشكل وحش وهو بيستحملها وبتكون مستنيه تعمل العمليه في عينها. وبتقابل صديقها اللي كان زميلها في المدرسه وبيكون دكتور وبيشرف على الحاله بتاعتها وبتحكي له كل اللي حصل وهو بيتكلم مع جي اللي بيكتشف ان تقرير الحمل اللي اديته له مزور وبيعرف ان يو خدعته فبيروح لها وبيضربها وبيعذبها بنفس الطريقه اللي كانت بتعذب بيها شيان وبيعذب كمان كل اللي ساعدوها وهم بيعترفوا عليها وانها اجبرتهم يعملوا كده. وشيان بعد ما بتعمل العمليه بتهرب وشي بتيجي وبتسخر من جي وبترد عليه يساعده في انه يلاقيها مقابل انه يحقق طلباتها وهو بيوافق وبيوظفها في منصب كبير في الشركه وبتفضل تنقل له اخبار غلط عنها وهو بيكون مستحملها لحد بس ما يلاقي شيان. وبتكون مرت فتره وهي بتكون خفت وبنعرف انها بتشتغل في شركه والمدير بتاعها بيحاول يقرب لها ولما بتخرج بيروح وراها وبيحاول يكلمها وجي بيكون في نفس الشارع اللي هم فيه وبيشوفها ويانجي بيحاول يقرب لها وهي بتصد وبتعرفه انها بتعتبره صديق مش اكتر. ولما بيحاول يلمس خدها بتبعد ايده وبتمشي وجي بيروح وراها وبيعرف هي عايشه فين وبنعرف ان المبنى اصلا ملكه وبيكون جنبها جيران بيزعجوها وهي بتروح علشان تشتكي من الصدفه بيتعصبوا عليها وبيعملوها بشكل وحش وبيزقوها وبيقفلوا الباب في وشها فبترجع شقتها وجي بيجي وبيتخانق مع الشخص ده ومراته وبيحذرهم لو ضايقوها تاني وهم تاني يوم بيشوفوها في الشارع وبيخافوا وبيمشوا وجي بيكون بيراقبها من بعيد وهي بتقدم استقالتها ليانجو وهو بيرفض وبيعرفها ان لو عايزه تستقيل تدفع 300,000 شرط جزائي يا اما تكمل عقدها لمده 3 سنين وهي ما بيكونش معاها فلوس فبيعرفها انه هيسامحها لو ارتبطت بيه ولما بترفض بيشغلها عامله نظافه وبيخلي الموظفين كمان يضايقوها وزميلتها بتدلق الزباله وبتطلب منها تنظف المكان وجي بيكون قرر انه يشتري الشركه وهي بتلم الزباله وبتلبسها على دماغ زميلتها اللي دلقتها وبتهددهم لو ما بعدوش عنها هتضربهم. ويانجي بيعرف ان جي وصل وبيروح يتكلم معاه وهو بيوريه صوره شان وبيطلب منه محدش يضايقها وهو بيفتكرها ميلي انها بتكون لابسه فستان زي اللي في الصوره ولما بتيجي بيعملها معامله مختلفه وبيعتذر لها لو ضايقها وهي بتستغرب وبتفتكره معجب بيها. بعدها بنعرف ان في حفله في الشركه وشي بتيجي وبتطلب من مين انها تجبر شان على الشرب لان عندها خطه وجي بيشوف شان في الشركه وبيستخبى علشان ما تشوفهوش وهي بتكون عايزه تنظف الحمام والحراس بتوعه بيعرفوها وبيطلبوا منها تمشي دلوقتي وهم هينظفوه وجي بيطلب من الحارس يحقق في موضوع تحويل شيان لعامله نظافه وبيكونوا في الحفله وزمايل مي بيعملوها عليه انها خطيبه جي وشيان ما بتكونش فاهمه ويانجي برضه مش بيحرم وبيفضل يقرب من شان اللي بتبعده وكل الموظفين بيتكلموا معاها بشكل وحش وجي بيعرف ان تم خداعها وخلوها مضت عقد كعامله نظافه
توظفها، وهي كل ما بتحاول تسيب الحفلة يانجي بيرفض، وشي بتتصل بميا علشان تخليها تشرب، وبتكون جايبة وانجي علشان يعتدي عليها، وبنعرف انها مقررة تصورهم وتنشر الفيديو، وشيان بتكون رافضة تشرب لانها مش بتتحمل الكحول اصلا. وفي النهاية مي وزمايلها بيشربوها غصب عنها، ومي بتكون عايزة تاخدها لشي بس جي بيوصل وبيبعدوا عنها، ويانجي بيعرف ان هي اللي كان يقصدها، وبيحاول يصلح موقفه، وكلهم بيتصدموا لما بيعرفوا ان جي بيحبها هي، وبيفضلوا يعتذروا وبيقولوا انهم كانوا بيهزروا، والمساعد بتاعه بيضربهم وبيعاقبهم كلهم وبياخدهم وبيمشي، وهو بيفضل جنبها وبيعرفها انه يشرح لها سوء التفاهم ويأكد لها انه بيحبها، وبيعرف موضوع شي خطتها وبيروح لها وبيتعامل معاها وبيضربها وبيعاقبها هي ووانج. وهي تاني يوم بتصحى وبتفتكر اللي حصل، وبتسأل الموظفة لو كان حد معاها امبارح، فبتقول لها ان هي اللي اهتمت بيها ومحدش كان معاها، وبنعرف ان هو طلب منها تقول كده، وبتكون فاكرة ان اللي حصل اوهام، بس بتلاقي المشروب اللي كان متعود يعمله لها، وبتعرف انه كان معاها فعلا. ومامتها بتكون في المستشفى وهي بتروح لها، وبتعرف ان في شخص دفع الفاتورة بتاعت العلاج، وبتروح وبتلاقيه جاي، وبترفض تكلمه وبتطلب منه يمشي، بس مامتها بتعرفها اللي حصل، وبنعرف انه قال لمامتها كل حاجة، وبيترجعها السمح وهي بتوافق، وبيرجعوا البيت وبترمي له مخدة علشان ينام على الكنبة، وبتقفل الغرفة، وبنعرف انها مقررة تعاقبه وهو مش بيقدر يعترض. وهنا بيكون خلص المسلسل. سلام.